السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. جايه لكم النهارده بفلوج حلو قوي 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 قوي. حاجه كده ايه يعني، كان تجمع افطار ما كانش على البال ولا على الخاطر بصراحه. حابه الاول كل سنه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير وشهر رمضان بيجري جري. النهارده ايه اللي حصل؟ الكابتن بتاع ولادي بتاع ولادي وبنت اختي اللي بيمرنهم كان عامل لنا تجمع افطار ان احنا كلنا نتجمع مع بعض على البحر. احنا طبعا في اسكندريه، للي داخل قناتي وما يعرفش انا من اسكندريه، فقلنا عمل لنا زي افطار جماعي كده، نشارك بعض كلنا، كل واحد يجيب اكله ومش عارفه ايه، ونروح كلنا نتجمع على الشاطئ ونفطر سوا. بصراحه كان حلو جدا جدا جدا. انا بدات معاكم الفلوج. بصوا، رحنا طبعا قبل المغرب وفطرنا. كل دي ترابيزات، يعني كنا ما شاء الله واخدين ترابيزات كتيره، كلهم اولياء امور ولعيبه كبار وصغيرين، يعني اطفال وشباب بنات وولاد برضو، والكابتن وكل واحد جاي بعيلته، يعني كل عيله جايه بعيلتها. الفقره دي اللي انتوا شايفينها دي كان بعد الافطار عملوا زي مسابقات اسئله دينيه، وبقيوا نظام سحب، نسحب ونسال، نشوف السؤال ايه ونجاوب عليه، وطبعا اللي يجاوب كان ليه جايزه. الجوائز كانت جوائز بسيطه كده، بونبوني حاجات، بس كان والله كان الموضوع مفرح جدا. حتى الولاد ما شاء الله فرحوا جدا. طبعا احنا مع توقيت الشتاء مفيش بحر، بس فضلوا يلعبوا بقى في الرمله وكده، مفيش نزول يعني، بس فضلوا يلعبوا في الرمله. والبنات الكبار والامهات، في امهات كتير برضو وبنات في المنظر ده كانوا واقفين بيلعبوا زي مسابقه كده. برضو كانت لذيذه وكانت حلوه جدا، اي حد عايز يلعب فيها كان بيلعب. كانت اجواء بجد حلوه جدا. والجنب التاني ده في شباب مش يعني ما كانوش تبعنا، كانوا داخلين الشاطئ وكانوا بيلعبوا بالكوره وكده. في كل مكان والله، في كل جنب كان كل واحد بيحتفل بطريقته. الجو كان تحفه. الولاد بصوا منظرهم عمالين يلعبوا بالرمله وكانوا فرحانين جدا جدا، طلعوا طاقتهم. واجواء رمضان تشوفوا ساعه الفطار بقى بقينا نوزع على بعض التمر ونوزع على بعض عصاير، والاكل تشاركنا، كل واحد جايب اكل بقى ياكل التاني منه. بجد والله العظيم كان جو حلو جدا. احنا يمكن رمضان ده ما طلعناش خالص، كان اول مره نفطر بره، بس بجد كان افطار مميز وحلو وكلنا انبسطنا احنا والولاد كلنا. مين اللي رحت انا ومامة روفان الهام اختي وولادها ولادي، يعني هي راحت بروفان وابنها الصغير، وانا رحت بعمر ومحمد، ورحنا اتقابلنا طبعا مع كل دول. هنا بعمل لكم زوم على ايه، الاتوبيس الاحمر اللي بدورين، طبعا المميز جدا في اسكندريه. هنا اللي يجي اسكندريه لازم يجربوا يركبوا ده، في حد ذاته فسحه يعني بجد، وبالذات لما تركبوا الدور التاني ده بيبقى حلو جدا، وبتشوفوا الفيو بتاع اسكندريه كله بيبقى خطير. بصوا ده محمد وروفان. وطبعا في اليوم ده ما شغلنيش ان الهدوم تتوسخ او كده، سبتهم بصراحه يطلعوا كل طاقتهم. بصوا الالعاب دي كان في بياع بيبيعها على البحر، بصوا بتنور شكلها تحفه تحفه، وقعد يرميها بعيد ويرجع ياخدها تاني، بجد بتطلع في السماء شكلها بينور كده وشكلها جميل قوي، فعجبني الشكل قوي. والشله اللي هناك دي ما كانتش تبعنا، كانت شله تانية، كانوا اللي بيغني بقى واللي بيسقف واللي يعني كل واحد كان بيحتفل بطريقته، او كل واحد كان بيفرح بطريقته. الاجواء كانت مبهجه قوي وكانت تحسسك برمضان قوي بجد. الولاد لعبوا كوره، عمر بيحب الكوره جدا، لعب كوره طبعا مع اصحابه. بص الالعاب اللي بقول لكم عليها، بص شكلها حلوه جدا بجد. بصوا الشكل بجد خطير والله، بسم الله ما شاء الله. ايوه بصوا منظرها جميل جدا جدا، والناس كلها ما شاء الله كانت مبسوطه والله باقل الامكانيات. يعني رحنا ايه، مجرد بس تذكره الدخول اللي احنا دفعناها، وكل واحد كان واخد الاكل بتاعه والشرب وواخد العصاير، وما شاء الله الاكل كان بزياده ان احنا تشاركنا فيه، وكان بزياده كمان، يعني كان فاضل معانا بزياده، فما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
بصوا، وكله كان مبسوط وكله كان فرحان. الكابتن متعود كل رمضان بيعمل التجميعه دي. انبسطنا قوي، ما كملناش اليوم لاخره لان احنا ما رضيناش نتاخر كتير، عشان ايه واحنا مروحين اكيد هتبقى الدنيا زحمه قوي بعد الفطور. هنا بوريكم في نهايه احنا مشينا بدري وسيبناهم هم لسه هناك. هنا عند المدخل بتاع الشاطئ ده بوريه لكم. بصوا هنا كان في عاملين زي امسيه، كان لسه بقى هيشغلوا اغاني والجو ده. طبعا احنا ملناش قوي في الجو ده، فاحنا يعني بالنسبه لنا اكتفينا بالفلوج نفسه، ومش شرط بقى ان احنا ايه نقعد للاغاني والكلام ده. واللي فرحني جدا 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 الشاطئ ده، لقيت فيه ايه؟ هو ده اللي انا لقيته، ما شاء الله. عاملين مصلى على الشاطئ، والله العظيم فرحت بيه جدا جدا جدا. يعني ايه في رمضان، يعني ايه تبقي مبسوطه وفي نفس الوقت يبقى في مصلى جنبك، ان لو حد عايز يدخل يصلي ده حلو جدا جدا جدا. يعني في اجواء رمضان بجد انا حبيت الموضوع قوي. ده بعد ما طلعنا من الشاطئ احنا واقفين بره. بقول لكم احنا يومنا هنا خلص. بصوا جو اسكندريه في رمضان حلو قوي. الولاد انبسطوا قوي، كانوا مبسوطين جدا. واليوم فرق معانا رغم ان احنا ما قضيناش الوقت كله، احنا مشينا بدري، احنا اول ناس مشينا، بس والله فرق معانا ومعاهم كتير. والحمد لله الحمد لله. واغتنموا اي وقت تقدروا تفرحوا فيه وتفرحوا ولادكم معاكم بابسط حاجه او اقل حاجه. وده في طريقنا لما ركبنا المشروع ومروحين. بصوا هوريكم بقى جولة في شوارع اسكندرية وانا مروحة كده، واوريكم الاضاءات والزينة بتاعت رمضان والاجواء بتاعت رمضان. بجد مبهجة جدا جدا جدا. يعني انا عن نفسي بفرح بيها اكتر من الولاد، بحس ان انا مبسوطة كده وفرحتي بيها اكتر من الولاد. ويا رب كل سنة وانتم طيبين، وكل حبايبكم يا رب بخير وطيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية كلها يا رب. ويا رب يجعلنا من المغفور ليهم، نطلع من رمضان كسبانين ومغفور لينا يا رب. وألف حمد وشكر على كل حاجة، وألف حمد وشكر على نعمك يا رب. ألف حمد وشكر على النعم، على النفس اللي احنا بناخده، على النظر اللي احنا بنشوف بيه الجمال ده كله. بصوا انا حبيت اوريكم كل اجواء الشوارع في اسكندريه وانا مروحه بعد الفطار، والله كانت حلوه جدا جدا جدا. فرحت بيكم، ويا رب تكونوا فرحتوا بالفيديو معايا. واللي وصل معايا في الفيديو لحد الجزء ده ما ينسانيش في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير، ومع السلامة. ونتقابل في فيديو جديد على خير إن شاء الله. مع السلامة.